مساء الفل. دايما بنسمع المعلق بيقولك ده مهاجم صريح، ومرة تانية يقولك ده شادو سترايكر أو مهاجم وهمي. طب هو إيه الفرق؟ وليه في مدربين بيفضلوا ده على ده؟ وليه في لعيبة عالمية لو حطيتها في المركز الغلط بتبقى تايهة في الملعب؟ النهاردة هنفك الشفرة وهنعرف الفرق بين الهجام اللي بيخلص في ال18 وبين الشبح اللي بيجي من تحت لفوق. قهوتك الجميلة ويلا بينا. خلينا نبدأ بالتارجت مان أو البيور سترايكر. المهاجم الصريح هو مرعب المدافعين وبعبع منطقة الجزاء. وظيفته الأساسية هي الإنهاء، هو المحطة اللي الفريق كله بيخدم عليها. تمركزه دايما بين قلوب الدفاع، بيحجز بجسمه وبيلعب بظهره للمرمى عشان يفتح مساحات للي جايين من ورا. مميزاته قوة بدنية، التحامات هوائية، وقدرة رهيبة على التوقع. مثاله الحي إيرلينج هالاند أو ليفاندوفسكي، اللعيب اللي لو غفلت عنه ثانية هتلاقيه حط الكورة في الشبكة وراح يحتفل. أما لو اتكلمنا عن الشادو سترايكر فده بقى مركز صايع تكتيكيا. ده مش رقم 9 ولا هو صانع ألعاب صريح رقم 10، ده حاجة في النص. فكرته إنه بيعتمد على التمويه طول ما المدافعين مشغولين مع المهاجم الصريح. صاحبنا ده بيتسحب ويدخل في البلايند اريا بتاعت المدافعين. مميزاته التحرك في المساحات، الرؤية والسرعة في اتخاذ القرار. هو مش بيقف يستنى الكورة، هو بيخلق الفرصة لنفسه. مثاله الحي توماس مولر، ده التفسير الأوضح للمركز ده. وعندنا كمان المرعب أنطوان جريزمان. اللعيبة دي بتحس إنهم أشباح في الملعب، ما بتشوفهمش لكن في ثانية بيصنعوا الفرق. لكن السؤال إزاي المدرب بيختار بين ده أو ده؟ بص يا سيدي، لو بتلعب قدام فريق راكن الأتوبيس وبيدافع ب10 لعيبة هتحتاج مهاجم صريح قوي يصارع في الزحمة ويخطف من أنصاف الفرص. لكن لو بتلعب قدام فريق بيلعب دفاع متقدم هتحتاج شادو سترايكر سريع وذكي يضرب التسلل ويستغل المساحات اللي ورا المدافعين. من الآخر الكرة دلوقتي ما بقتش مراكز ثابتة، بقت أدوار. في لعيبة تقدر تعمل الاتنين وفي لعيبة متخصصة في نوع واحد بس. مستنيك تقولي في الكومنتات بتحب مين أكتر في فريقك، المهاجم البلدوزر اللي بيخلص ولا المهاجم العفريت اللي ملوش ملك؟ وما تنساش متابعة، لايك وشير عشان يوصل لك كل جديد. سلام.